الدول التي تمتلك هذا النوع من الطائرات اللي هي أكثر طائرة إفيكاس في هذا الآخر. أولا كندا تمتلك نحكيها بالجزائرية 64 طيارة. كرواتيا عندها 6 طائرات، فرنسا عندها 12 طيارة، اليونان عندها 18 طائرة، إيطاليا عندها 19 طائرة، كوريا الجنوبية عندها طائرة واحدة، ماليزيا عندها 2 طيارات، المغرب عنده 8 طائرات، المغرب عنده 8 طائرات، المغرب عنده 8 طائرات. ما انا قلت لك نحيا من القائمة. هناك غلطة هنا. أنا أعتقد أنه ويكيبيديا والذكاء الاصطناعي مداير غلطة. المغرب 8 طائرات مستحيل يكون عنده 8 طائرات. بزاف 8 طائرات. طيارة 2 اوكي. 8 طائرات كندير من SN 415. يعني فرنسا عندها 12 طائرة والمغرب عنده 8 طائرات. نظن كاينه مشكله هذه. مستحيل المغرب يكون كيف احنا ما عندناش طائرات والمغرب عنده 8 طائرات. وراه المشكل ربما هما كانوا اكثر عرضه للحرائق في فتره. انا اعتقد انه كاين مشكله، ولذلك ساعيد القراءه. يعني كوريا الجنوبيه طائره واحده، ماليزيا طائرتان، المغرب 0 طائرات. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه اكبر تبهديله وقعت للبونيف مصطفى بونيف اللي حاول يبرهن ويبين بان المغرب عنده 0 كنادير ديال الطائرات، وحنا عارف المغرب الحمد لله عنده 8 ديال الطائرات، وقال لك الجزائر عندها 15. واليوم هذا الضيف الجزائري على قناه الجزائريه كيضحك وكيستفز مصطفى بونيف بواحد الطريقه مضحكه. قال لهم المغرب عنده 8 ديال الكنادير، ما يمكنش. هنا تتبان التبهديله، هنا تتبان بانكم كتطبلوا في خاوي. المغرب هارب عليكم بزاف بزاف بزاف. نتوما في العوض اللي تقلبوا على مساعدات مغربيه، والمغرب دائما كيمد اليد ديال العون ديالو باش يساعد الجزائر في هذه الحرائق هذه، وانتم دافعين الزدر على اساس راه نتوما عندكم كل شيء. ما عندكش تقول اجا عاوني المغرب، واخا حنا العلاقه ديالنا متوتره، ولكن هذا الشيء لا عاونتينا ما كيبرهنش على ان العلاقه غادا تصلح دابا. ولكن دافع كبير ومسكين عايش في القزير. هادشي اللي غنقدر نقول. اصدقاء ديالي، قربله وتبهديله كبيره البونيف غادي تشوفوها. نتوما شوفوا حكموا عطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. حركوا لي داك اللايك، راه المود ديال الضحك في هذا الفيديو. بغيت لايكات كثيرين والتعليقات. عطيوني الراي ديالكم في هذا الكلام ديال هذا الاستاذ هذا الجزائري هذا اللي كنحييه من القلب ديالي. خوتي المغاربه الاوفياء، بدون اطاله عليكم، على بركه الله. هل ما عندناش دراهم؟ هل ما عندناش سياسه؟ ما عندناش الراي. دراهم كاينين، انا قلت لك دراهم نبزعوا فيهم قوش دروات. حتى هم يقولوا كاين دراهم. تبون ماشي قاعد يقول هيا قول لي روح نجيب لك حتى من الامريكان. زيد على قضيه اللي كاميون نتاعهم، اني سمعت مختصين يهضروا. كاين مشكل تاع ايكيبمون. قضيه الطائرات، الناس تتبجح والله طائرات تاع الجيش وكذا منا. يا اخي اهم طائره اللي تكلمتوا عليها هي الكنادير، ما عندناش. الرئيس قال نجيبوا 4 يعني. صح، وين راهم هذا 4 هذا؟ لا احد يعرف. تقدر تقول باللي جيت ندير ريكوموند وما قدرتش، لانه بالفعل مش اي واحد يروح يشري كنادير. دير لا كوموند وممكن تقعد في الكيو، يعني في الطابور وما همش كل الدول تنتج الكنادير. عندك اول قائمه راهي كندا، وبعض الدول تجيب لي بياس. لكن الاعلام والسلطه يجب يحضروا مع الراي العام. قال درنا كوموند وفسخناها على خاطر ما قدرناش عليها. درنا كوموند رانا نستناو فيها. اعطيني المعلومه يا جد، اعطيني المعلومه. كيف انا والناس قالوا علي كنادير، اش نحكي لك على الكنادير؟ اعطيني فرصه تفضل بالله عليك. لانه لا، هو لانه لما الرئيس تكلم عليها الاعلام قال باللي خلاص الرئيس اخذ قرار استراتيجي. نعم. ونحن سنجلب احسن الطائرات، لكن الان لا احد يجيب. شوف، اهم طائره كنادير اللي راهي يعني المعروفه اكثر، يعني هي كنادير CL 415، وهي طائره برمائيه تم انتاجها من طرف شركه كنادير الكنديه من اصل ال 215 لمكافحه الحرائق. الان تسمى هذه هي اللي هي الاكثر. كاين واحد 3 أو 4 انواع المشهوره. كاين هذه CL 415. كل واحد يقدر يدير كنادير CL 415 راح يقرا نفس المعلومات اللي نقرا فيها انا. المنشأ تاعها طبعا هو الكل يعرف انه الكنادير هي كنديه، وكما اشرت لي قبل الحلقه شركه كنادير بومباردي. الكميه المصنوعه لحد الان 95 طائره طورت من كنادير CL كما ذكرت 215. دخلت الخدمة أول مرة في 1994.
اعطيني نقول لك يا عزيزي الدول التي تمتلك هذا النوع من الطائرات اللي هي اكثر طائره افيكاس في هذا الاخر. اولا كندا تمتلك نحكيها بالجزائري 64 طياره. كرواتيا عندها 6 طائرات. فرنسا عندها 12 طياره. اليونان عندها 18 طائره. ايطاليا عندها 19 طائره. كوريا الجنوبيه عندها طائره واحده. ماليزيا عندها 2 طيارات. المغرب عنده 8 طائرات. المغرب عنده 8 طائرات. المغرب عنده 8 طائرات. ما انا قلت لك نحيا القائمه. هناك غلطه هنا. انا اعتقد انه ويكيبيديا والذكاء الاصطناعي مداير غلطه. المغرب 8 طائرات مستحيل يكون عنده 8 طائرات. بزاف 8 طائرات. طياره 2 اوكي. 8 طائرات كندير من SN 415. يعني فرنسا عندها 12 طائره والمغرب عنده 8 طائرات. نظن كاينه مشكله هذه. مستحيل المغرب يكون كيف احنا ما عندناش طائرات والمغرب عنده 8 طائرات. وراه المشكل ربما هما كانوا اكثر عرضه للحرائق في فتره. انا اعتقد انه كاين مشكله، ولذلك ساعيد القراءه. يعني كوريا الجنوبيه طائره واحده. ماليزيا طائرتان. المغرب 0 طائرات. اسبانيا 21 طائره. تركيا 9 طائرات. الولايات المتحده 4 طائرات. ومشغلين شركات مشغله اخرى 3 طائرات. 64 طائره لكندا. مجموع الطائرات هي لحد الان من هذا النوع. كاين انواع اخرى من هذا النوع اللي هو البلوز افيكاس. الكميه المصنوعه لحد الان من 1994 هي 95 طائره. لماذا انا اضحك واستهزئ بهم؟ استهزئ بهذه النخبه، نخبه الحثاله او حثاله النخبه. اولئك التافهون اللي يتكلم عليهم كتاب التفاهه. نعم، لانهم هم يريدون الاستهزاء بالشعب. هم يستهزئون بالشعب. قال لك عندنا 12 كنادير في الجزائر. سبحان الله العظيم. جابوا صورة تاع كندية وحطوها في مواقعهم وقالوا طائرة كندير الجزائرية تشارك في إخماد هل هناك حماقة أكثر من ذلك؟ لا، وكما قلت أنت يعني السؤال المفروض الآن هذا هو السؤال. جو الحرائق. عندنا تصريح للرئيس تبون في معرض. كان عندنا أزمة حرائق في السنوات اللي فاتت. قالت السلطة بأنها ستقتني. لأن أنت لم تقتني يجب أن تسأل. يعني اسمع، أنا نحكي بكل صراحة وما يهمنيش في اللي فهم منهم. مش نحوس الشعب، مش نحوس الرأي العام، نحوس أولئك واللي حب أول الله يسهل عليه. اللي فهم اللي ما فهمش راسه الحيط. أنا نقول لك شرب البحر. أنا نحكي عليهم أولئك. أوكي، اسمع كاين برنامج في صباحي أنا نتبعه كل صباح إذاعي في قناة فرانس انفو. أوكي، يجيبوا الموضوع علاه أنا نتكلم المغرب وتونس ندير مقارنات. ندير مقارنات لأنه الأصل في الأشياء أنه ندير مقارنات. ندير مقارنات مع محيطي أولا باش نعرف هل أنا نعرف أي مستوى راني المحيط نتاعي الإقليمي، وندير محيط تاع جيراني. يعني جيراني شكون هما؟ عندي إيطاليا، عندي فرنسا، وعندي إسبانيا. أمريكا هذوم الجيران نتاع النورد. وعندنا الجيراني اللي لاصقين فيا اللي هي موريتانيا، ليبيا، تونس، المغرب، مالي، نيجر. هذوم الجيران. أنا نقارن نفسي. أي نعم. في هذا البرنامج يجيبوا القصة الستوريز، يعني الموضوع الفرنسي هكذا يهضروا عليه. من بعد وش يديروا يجيبوا المراسل يقول كيفاه راهم يتعاملوا ليزوروبيان، جيراننا ليزوروبيان في هذه القضية، في هذا الموضوع. كل يوم فرانس انفو ندير لهم الإشهار. كاين برنامج صباحي يجيبوا مراسلهم في إسبانيا، في بريطانيا، في إيطاليا، في البرتغال. كل مرة 3-4 مراسلين. قال هما كيفاش راهم يتعاملوا في الموضوع الفلاني. يجيبوا مثلا قضية دور العجزة، القانون دور العجزة. جابوها مرة وقعد نسمع عليه. جابوا القصة وش المشاكل كاين في فرنسا وشكون كذا 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 كذا. القوانين الناظمة، قوانين كذا. جابوا مختصين يهضروا. بعدها المراسلين جابوا مراسل من بريطانيا، مراسل من إيطاليا، مراسل من إسبانيا. أي أنتم المراسل عايش في البلد. كيف إسبانيا راهي دايرة؟ يقولوا إسبانيا في هذا الموضوع قوية جدا وكذا. من المراسل تاع إيطاليا يقولوا لا، فرنسا أحسن من إيطاليا في هذا كذا. منا ما عندهمش 87 مكرر يا حبيبي. هذا هو الإعلام. يعني أنت حاب مثلا في الإعلام في الجزائر
يقولوا والله احنا في المرتبه الرابعه في المنطقه الافريقيه في عمليه هذا هو. نعم هذا هو. اسمع، هذا هو الاعلام. يعني مثلا في قناه الشروق عند خونا قدا بن عمار في حصه من البرامج مثلا يجيب مقارنه ويقول لماذا المغرب عندهم 8 طائرات كنادير ونحن ما عندناش، ولا تونس ايضا ما عندهاش. اسمعني ما تقاطعنيش بليز. وتونس ايضا فيها حرائق. دافع على قدا بن عمار. لا 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 صديق ولا عيني وراسي، انا ما عنديش شخص انا في الموضوع. نخرجوا برا نتقهوى ونتعشى ونتغداو، نحكيو على الاداء الاعلامي. يقدر في برنامجه انه يجيب المقارنات هذه ونعرف وقت شرى المغرب لوي كنادير، كيفاه مع من شرى، كيف دار العقود، هل شرى وحده ولا شرى بالشراكه. كاين امور نحكيو فيها والنقائص، وشنو اللي دارها المغرب وما درناش احنا، وشنو احنا اللي درناها احسن من المغرب وتونس. لماذا نعطيكم امثله هكذا ازاردوز يعني. لماذا نلقى الهريسه انايا تاع تونس في كل الاسواق الاوروبيه، الاسواق مش الحوانت تاع الجزائريين وتاع التوانسه، في الاسواق الاوروبيه، وما نلقاش الهريسه نتاعنا؟ لماذا نلقى زيت زيتون تاع اسبانيول وما نلقاش زيت زيتون تاعنا؟ علاه نلقى زيت زيتون تاع المغرب وتاع تونس وما نلقاش تاع الجزائر مثلا؟ نلقى الدقله تاع الجزائر احسن دقله في المنطقه وتتباع، ونعطي ثاني ليزافونتاج دايروا عندنا احنا. هو النقاش الهادئ هذا هو. لا ما عندناش هذا الشيء هذا. لماذا؟ لا يوجد هذا النوع. لأن هذا يخدش في كفاءة السلطة. ما هو هذا هو المشكلة. ما تقدرش تعمل انت مثلا ما انت الان انت اعطيتني خيط بهنا نحكي في الموضوع. انت الان تتناقضوا مع وش قال السيد الرئيس عبد المجيد تبون. وماذا قال الرئيس؟ قال ان المعارضة وش قال البناءة والحضارية، واعطى امثلة. هاي سبحان الله امثلة كما نعطي فيها انا. قال من المانيا. كان في هواء المانيا. لا قال في المانيا انه المعارض هو اللي يجي يورينا. المعارض وش قال بصريح العباره يعني، ما نبيش لك الفيديو راه موجود يعني لانه جاء في السياق نتاعو. قال انه هو اللي يقول وشنو هي النقائص وشنو كذا، وعطى مثاله وقال مثلا هو تبون يقول انا وقع في الدوله الفلانيه هكذا ومنا يساعدوا. هذه المعارضه البناءه. هذا وش رانا نحكي؟ هل قلنا شيء مخالف على الشيء اللي قاله السيد الرئيس عبد المجيد تبون؟ خلاص انا متفقين. على ذكر المعارضه البناءه سليم، انا صراحه انا سمعت منك الان بانه المغرب عندهم 8 لكنادير، لانه لفت انتباهي. انا ما قلتش عنده 8 لكنادير، ما تلصقليش التهمه يا خويا. لا قلت باللي يا جماعه امدح، لا مع مشكله مع المغرب لا مع تونس لا مع الجزائر يعني. انا ما قلتش عندهم 8 كنادير، انا قلت غلط في الهدره. ما عندهمش كنادير، عندهم 0 كنادير. لا احنا 0 وهم 0. لا علاش اشرتك لهذه؟ لانه انا لفت انتباهي في تعليقات الحلقه امس انه هناك جزائريين وهناك مغاربه علقوا بانه لماذا لا تتعاون دول شمال افريقيا، وذكروا قضيه. انا نحيتها لي من فمي يعني. علاه اليوم مثلا لانه عادي قد يكون باب لحل الازمه. هاي ليك الفكره اللي كنت حاب نزيد نركز عليها. هل يعقل انه جارك عنده 8 لكنادير وما تستفادش منهم انت؟ هذه واحده. وعلى نحكي على الموضوع لانه اليوم ماكرون روحوا شوفوا التويتر تاعه واعلن، وسانشيز اعلن. ماذا اعلن الرجلان اليوم او الرجلان وش اللي اعلنوا اليوم؟ ماكرون اعلنوا اليوم رسميا طلب او تفعيل الاتفاقيه تاع الحمايه المدنيه الاوروبيه. كان اتفاقيه هناك اتفاقية في الاتحاد الأوروبي أنه لما تبلغ الأمور حد معين من الخطورة تفعل هذيك. وشنو هي؟ وش قالوا بعدين في التدوية تاع الخبر؟ قالوا ملال يسأل فيه الضيف، يسأل في الضيف نتاعو، الجورناليست يسأل في الضيف نتاعو، قال له كاسكو سافو دير يعني بالتفصيل ماذا يعني تفعيل هذه القضية. فقال له مثلا هناك طائرات كاينين في البرتغال، هناك طائرات كاينين في دولة أخرى أوروبية، وهناك اموال يجب اون فالي ديبلوكي الاتحاد الاوروبي. فقلت انا يا سبحان الله، وانا كنت في السياره وانا نسمع في هذا البروجرام في فرونس انفو ازوان، ورحت حولت على تيافان فجايبين خبراء يحكيوا على النقطه هذه بالذات. والحمد لله انه كاين هذا التليفون تحطه في السياره وتدور على القنوات تبقى مبروش وراك مبروشي تسمع.
تسمع الجناس وش راهي تدير، ولان انت من المفترض انك من النخبه مثقف ومنتبه، فانت يجب ان تعمل هذه المقارنات وهذا البحث لكي تعطي للراي العام شيء يفيد يعني. فقاعدين الناس يتحدثوا على التعاون الاوروبي، فقلت يا سبحان الله العظيم، واحنا مسلمين وامازيغ وعرب ولاد منطقه واحده ولاد عم. لا ولو تمشي النار تقيسنا كل يعطيك الصحه، ولاد عم وارض واحده، يعني المغرب وتونس والجزائر ارض واحده، شريط غابي واحد يا ولدي، ارض واحده، ارض واحده. التاريخ هو يثبت انه كانت ارض واحده. جاري عنده لكنادير وانا محتاج لكنادير، وما نطلبش منه علاه لانه متهاوش انا وياه وفي عداوه بيني وبين جاري. هذيك المأساة اللي انا عايشينها، هذه مأساة هذه المنطقه، هاي ليك المأساة اللي انا عايشين فيها. ومرات الازمات تكون مفتاح لحل ازمات كبرى يعني. عند الناس العاقلين، طبعا كلامك هذا زين. عند الناس العاقلين الازمات تكون مفتاح، نعم، مره الازمه تكون مفتاح لحل اشكاليات بين الجيران. زلزال، ازمه امنيه، طبعا خاصه طبعاً. الكوارث الطبيعيه طبعاً. هي مفتاح يعني للحلول. في نفس السياق سليم، الاسبوع تعرف الكهرباء ايضا تضررت بقضيه الحرائق، ونفس الشيء اعلاميا بان هناك جهود كبيره تبذل لاعاده الكهرباء الى المواطنين. سليم، وتتواصل الجهود. اسمع نقول لك انا مانيش لن ارحمهم. انا نقول لك ما نرحمهمش كاع، لا هذه السلطه ولا امتداداتها السياسيه والاعلاميه، لانه بدات الحاله تفوح. انا نقولها لك، بلغ السيل الزوبه في الجزائر، وستنكشف الامور كما انكشفت امور جماعه بوتفليقه في عهدهم الاخير يعني. في نهار داروا الاضراب تاع الشاحنات، تذكر على حول قانون المرور. نعم. كان اعلام البهتان هذا مسكر المعلومه على الناس، كانوا الشوافره نتاع الكماين مساكن يديروا في الفيديوهات ويعيطوا على المعاناه نتاعهم وخوفهم من قانون المرور. كانت كل القنوات الخاصه والجرائد تعتم على هؤلاء، وجريمه ترتكب جريمه في حق الراي العام بانها تخفي المعلومه. ومن بعد اسبوع اسره فجاه يجي العناوين انه عاد المضربون الى العمل. اخويا وما قلتوناش بلي كان اضراب، ما يهمش. والتقى رئيس مجلس الامه، انا اتذكر المشهد، التقى رئيس مجلس الامه والتقى بعض النقابيين، وبعد خرجت القصه بلي كانوا مقرفين. وانت اسبوع كامل ما عرفتش بلي راهم كانوا مقرفين. انت كنت تعرف لانه كانت مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تقول البيانات نتاعهم، وانت صحفي تعرف، مدير القناه تعرف، هبت عناشي كنت تعرف انت باللي كانوا مقرفين، لكن انت كنت تكذب على الشعب. كنا نحكي على هبت حناشي كعنوان فقط، كنموذج او كعينه يعني، عينه، وكنت تكذب على الناس مثل ما كنتم تكذبون على الحراك الشعبي. كانوا ملايين الجزائريين في الشارع، ملايين يوم الجمعه، وانتم كنتوا تعرفوا طلع طاقه تلقى العموم كل الشعب في الشارع، وانت في القناه نتاعك في هذاك الوقت تبت لي في فيلم وسترن، وتدير لي في برنامج رياضي، وتدير لي في حديث ديني، وتكذب على الناس، تكذب على روحك وتكذب على الناس. نفس الشيء راهم يديروا في انقطاع الكهرباء. هل هناك دي ريبورتاج على معاناه الناس والتجار؟ الكماين تعرفوا باللي كاينه 3 كيلومتر حسب ما صرح بها البارح واحد، 3 كيلومتر تاع لاشين في قالمه، الكماين تاع الطماطم 3 كيلومتر هو اللي قالها وربي شاهد، والفيديو موجود. 3 كيلومتر في السخانه. ومن بعد يضحك، قال جاب لي ربي في الفيديو هكا، يقول قال له جاب لي ربي روح نجيب فيها فليفلات ونجيب شويه حبه تاع طماطم وشويه ثوم وندير فيها حميس. والله هكا يحكي في الفيديو نتاعو. 3 كيلومتر لاشان على المصنع تاع اسمه عمر بن عمر ولا اللي اموه يعني. اي في هذيك السخانه نص الطماطم راح تفحت. هل انتم تقدروا ديروا ريبورتاج على هذا؟ ما كنت دير ريبورتاج ويحس يروح بلي يسب فيه تبون. هو هاني جايك لانه اسمع هذا جماعه هابت عناشي، نوعيه هابت عناشي، كما كان انيس رحماني، كما كان هذه العقليه. هو الدوله، هو جزء من الدوله،
ماشي انت قلت لي لماذا يدافعون عن السلطه؟ يا راجل هو حاسب روحه جزء من قوة الأمن، قوة المخابرات، وجزء من الرئاسة، ويهدر معك بهذه اللهجة. أقسم بالله العلي العظيم غير هناك صحفي ونشتيه أنا والله العظيم، وعلاقتي معه طيبة جدا وإنسان وليد فاميليا، لكن دخل في القالب هذا يحكي والله تقولش نحكي مع تقولش تحكي مع ضابط أمن ويحكي بالنون، نون الجمع احنا والدولة والجزائر والمؤامرة اسمع، هؤلاء بعض مدراء القنوات والصحف لأجل الفلوس والانتقال بوضعهم الاجتماعي إلى مصاف الوزراء والنواب وصحابة كلوب دي بان وربما أكثر ولاو دي ملياردير، هم ولاو جزء من السلطة. هو جزء من السلطة، ما هوش يدافع عن السلطة، هو جزء من السلطة، ما بقاش يدير في إعلام. هو مؤسسة، جهاز للسلطة تابع، هو قرر يكون تابع للسلطة باتفاق مع السلطة، هاك الإشهار، وأنت جهاز تابع لنا. القنوات والصحف الجزائرية تعمل إلا كاين واحد الجريدة واثنين هكذا مازالوا يديروا في واحد المقاومة هكا، اللي هذا مش عاطينهم الإشهار. أما نحكيك على العموم، الجرايد الكبيرة والقنوات الكل، هؤلاء خلاص يعملوا في أي شيء إلا الإعلام والصحافة. بوان على لين، ما تجيش تسألني، ما تقوليش أنا والله ما هوش مؤسسة إعلامية، ما هي صحيفة يا رجل، ما هي صحيفة. على ذكر أصدقاء ديالي خوتي المغاربة الأوفياء، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. كيبقى السؤال، شنو بالكم في هذا الكلام اللي قالوا هذا الأستاذ الجزائري اللي كيقول دائما كلمة ديال الحق، خصوصا طريقة كيفاش بهدل مصطفى بونيف؟ غادي نتسنى التعليقات ديالكم واحد. كنتمنى الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ديروا لنا لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا زر ديال الجرس، حيت كل ما اشتركتوا في القناه وفعلتوا الزر ديال الجرس كل ما توصلتوا دائما بجديدنا. خوتي المغاربه الاوفياء، ما بقى لي الا نقول لكم اتهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار بليس. تهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم ورحمه من الله وبركاته.